أهلا بكم من جديد، وطبعا حلقة جديدة عن مسلسل المداح أسطورة العودة، ودي الحلقة العاشرة وفيها أحداث كبيرة جدا وجامدة جدا. فما تنساش قبل ما تبدأ تعمل لايك للفيديو وشغل القناة وفعل الجرس عشان أي حاجة تنزل توصلك على طول. ويلا بينا نبدأ. فبتبدأ الحلقة هنا إن صابر وسميح كانوا قاعدين زي ما يكون بيفتكروا اللي حصل من سنين في العزا بتاع عز، وبيفتكروا طبعا الأحداث. وهنا سميح بيسأل أم صابر بيقول لها هو مات ازاي بالظبط. فبدأت تحكي له وتقول له إن كان في حريق زمان حصل وهو مات فيه. وكمان سميح هنا بيقول لهم معلش في ناس قريبة مننا لما بتموت في ناس بعديها بتكفر بسبب كده، ربنا يكفينا شر الشيطان ومكره. ودي كانت طبعا بداية الحلقة. وبعد كده هنروح لصابر واللي كان واقف مع خضر وبيقول له إن داوود في خطر وأنا لازم ألحقه دلوقتي. وكمان خضر بيرد عليه يلا، بيقول له بسرعة روح الحقه قبل ما حاجة تحصل له. وبعد كده بقى هنروح لحسن اللي كان قاعد مع زين وبيقول له انت ليك عندي حاجة، بس حاجة قدام حاجة. كل اللي انا عاوزه انا عايز اشوف ابني، وانت ليك عندي الهدية دي اللي هي مقبرة. وانا مش عايز حد معايا خالص فيها، ومش عايز اجيب حد من بره احسن يطمع فيها ويقاسمنا فيها. فزين طبعا اول ما سمع الكلام ده وافق على طول وقال له انا موافق وهخليك تشوف ابنك زي ما انت عايز، كده نبقى اتفقنا. وبنشوف زين هنا بيقول له ده انت طلعت جدع معايا قوي يا حسن فعلا. نروح بقى هنا عند صابر واللي كان بيجري بالعربية عشان يلحق داوود، وراح لحد البيت وطلع فوق بس ملقاش غير ام داوود واللي كانت بتعيط. وبتقول له الحقني يا صابر، الحقني يا شيخ صابر، انا مش لاقي ابني، هو راح فين؟ وبنشوف هنا صابر أول ما سلم على أم داوود شاف كل حاجة حصلت. وبيشوف هنا كمان قدامه داوود وهو رايح على البحر، وفهم هنا إن هو رايح يغرق نفسه، وده طبعا كان بفعل السحر. وبعدها كمان صابر شاف داوود نزل المية وشكله غرق فيها، ورد عليها صابر وقال لها إن انت ابنك غرق يا أم داوود. وهنا بقى بدأت تصرخ وتعيط. فبتفضل تقول له يا شيخ صابر طب الحقه هاتلي جثته، انا عايز ادفن جثته بس. وبتفضل تقول انها بعدته عن ابوه وكمان بعدته عن كل حاجة وحشة عشان تحافظ عليه. بعد كده بتقول ليه بس كده يا رب. وبنشوف طبعا صابر زعلان جدا ومتضايق. بعد كده بقى هنروح لإمام المسجد اللي بيروح لسميح وبيقول له الحقني الأرض بتاعتي باظت، وأنا مش عارف ايه السبب، مش عارف مالها الأرض بتاعتي مع إن كل اللي حوالينا كويسين. فرد هنا سميح عليه وقال له خلي بالك ان الارض بتاعتك دي عطشانة جامد وما تراودش بسبب الاراضي اللي جنبكو، خد المية منهم واروي ارضك وانا هشوف لك مالها. بس انا عايز اعرف انت جيت لي ليه مع ان اخوك ما بيطيقنيش اصلا. فرد عليه وقال له ان انا اخويا فاكرك امام الجامع، لكن انا معاك انت يا دكتور سميح، معاك انت في كل حاجة. فبيرد هنا سميح بيقول له انت معايا بجد؟ وفجأة كده بيعمل حاجة والارض كلها بتبقى خضرة وبيفضل يقول انا معاك، انا معاك في الجنة والنار، انا معاك جنة ونار، وبصوت عالي جدا. وبدأ يكرر الكلام ده اكتر من مرة ويقول له انا معاك في كل حاجة سواء كانت جنة او نار. وبنشوف هنا سميح بيقول له اسكت بقى كفاية لحد هنا. نروح بقى بعد كده عند أهل البرولوس واللي بيشوفوا الشيخ صابر واقف وبيطردوه من المكان ده وبيقولوا له انت السبب في كل اللي جاي، وانت ليه اصلا جيت هنا دلوقتي يا صابر يا مداح؟ وكل الناس بتقول له ان انت السبب في موت درغام كان على ايدك انت، والخراب اللي حصل هنا كله من ساعة ما انت حطيت رجلك هنا. وبنشوف اهل البلد هنا كلهم عايزين يضربوا صابر ويموتوه كمان. فصابر هنا بسرعة بيخرج من المكان ده. وبعد كده بقى هنروح عند ام داوود واللي كانت عمالة بتعيط وتقول انها بعدته عن ابوه عشان تحافظ عليه. نيجي بقى بعد كده لصابر واللي بعد عنهم وبدأ ان هو يدعي ربنا بعد ما اهل الحتة كلهم كانوا عايزين يموتوه ويخلصوا منه. وطبعا هنا بقى الشيخ صابر عمال يدعي ربنا وبيقول ان ده لو كان خير ليه فربنا يوريهوله، وانما لو كان شر فربنا يزيحه عنه. نيجي بقى هنا عند الشيطان سميح واللي بيجي لأم داوود وبيعزيها وبيقول لها تقدري تروحي تاخدي العزا بتاع ابنك. فبتفضل بتقول له ان انا عارفة ان انت مبروك، فارجوك خليني اشوف جثة ابني مرة واحدة على الاقل وادفنها. وكمان بنشوف سميح هنا بيقول لها تقبلي الامر الواقع وتعالي معايا خدي عزا ابنك بس الاول. وبعدها بنشوف سميح هنا بيفضل يوسوس لها وبيقول لها انت عارفة ان الصلة بين الام وابنها بتبدأ من ساعة ما بيكون في بطنها، فبصي انت تروحي المكان اللي هو غرق فيه وافضلي نادي عليه. فردت عليه وقالت له يعني هو كده هيسمعني؟ فرد عليها وقال لها طبعا. نيجي بقى بعد كده لحسن واللي كان واخد زين للمكان معين وبيقول له هي دي المقبرة.
وبيقول له كمان بص اهي دي راس الدهب اهي يا زين. فرد زين عليه وبيقول له انا مش شايف حاجة، هي فين دي بالظبط؟ فزين بيفضل يبص كده لحد اما بيجي حسن من وراه وبيزقه جوه الفتحة اللي هو عاملها في الارض. واول ما وقع طبعا حسن بدأ يردم عليه، لكن زين بدأ ان هو ينادي عليه، لكن طبعا خلاص نفض وبدأ يغطيه بالضراب. وهو كده دفنه في المكان. نيجي بقى لأم داوود واللي كانت واقفة على الشط وبتفضل تنادي على ابنها. ومرة واحدة كده بتظهر جثة داوود على المية، والناس كلها والصيادين بيجيبوا الجثة دي. ودي طبعا جثة داوود. بعد كده بنشوفها انها عمالة بتشكر سميح ده، وبنشوفها كمان بتفضل تقوله انها هتفضل معاك، هتفضل معاك دنيا واخرة، وانها كمان هتفضل معاك زي ما انت عايز، حتى في الجنة حتى في النار، وانا خدمتك طول العمر. والتشبيه هنا يا جدعان جامد قوي، زي ما بيكون هو المسيح الدجال فعلا بالظبط. وبعد كده طبعا بنشوف سميح وهو بيقرب من كل الناس وبيحاول يخليهم يبعدوا عن صابر، ويظنوا فيه طبعا ظن سوء. وأم داود هنا بتفضل تعيط على ابنها وبتعيط كتير جدا، وفضل يقول لها ان ده كده خلاص بقى خير ليكي، واعتبري ان ابنك ده كده خلاص بقى شهيد. نيجي بقى عند صابر واللي يكون متضايق جدا وزعلان على اللي حصل ده، وبيحاول يخلص على كل حاجة بتحصل له دي، وزعلان قوي قوي على داوود. وبعدها طبعا بنشوف صابر وقاعد مع خضر وبيقول له انا زعلان جدا، ابوه كان موصيني عليه. وبيقول له طبعا ازاي كل ده يحصل للولد ده، وبعد كده بدأ يستغفر ربنا. وبنشوف كمان هنا خضر وهو بيقول له يا ابني دي اعمار، كلها اعمار بيد الله. وبيقول له هناك الناس كلها كانت هتموتني، وانا لو كنت قعدت شوية هناك بس كمان كانوا موتوني فعلا. وانا بقيت حاسس ان دي لعنة، كل يوم خطر البوابات بيزيد عن اليوم اللي قبله. ورد هنا خضر عليه يا صابر انت لازم تدور على البوابات دي بسرعة، ولازم المرة دي تسبقه بخطوة. وانت عارف كمان ان موت مش لوحده، وعمر ما الجن هيقدر على انسان مهما حصل، بس الجن ممكن يبقى اقوى من الانسان لو الانسان ده هو اللي باع روحه ليه. ورد صابر عليه هنا وبيقوله ان انا لازم اروح العزا ده مهما حصل. وبعد كده بقى هنيجي الحسن واللي كان بيدفن زين، وبيخرج من المقبرة ولا أكنه عمل أي حاجة. وبعد كده بقى هنروح للشيخ صابر وكمان خضر واللي بيروحوا للست اللي اسمها العزيزية دي عشان يشوفوها هي فين، وليه أصلا بتأذي الناس بالشكل ده. وأول ما بيدخلوا الباب بيتفتح لوحده، وأول ما دخلوا من الباب برضه الباب اتقفل لوحده. وبيلاقوا الست دي قاعدة على كرسي وزي ما تكون قاعدة عمالة بتعمل أعمال، وبتقول لصابر انت جايلي ليه هنا يا صابر؟ وصابر هنا بيقول لها انت ليه بتأذي الناس بالشكل ده؟ فهي ردت عليه وبتقول له محدش بيأذي الناس الا الناس اللي زيهم. وكمان بتقول له يعني انت جاي لحد هنا عشان تنتقم مني؟ فرد عليها وقال لها انا جاي هنا عشان اهديكي. وصابر كمل وقال لها انت لازم ترجعي فورا عن اللي انت بتعمليه ده. فهنا طبعا بتشوفها بتقول له انها مش هينفع ترجع لان موت مش هيسيبني. وبتبدأ هنا طبعا حاجات غريبة، وأول ما بيبدأوا يتكلموا بيظهر موت وبيقول له انت ليه جاي هنا يا صابر، عايز منها ايه؟ وبنشوفه هنا وهو بيشيل خضر وبيرميه على الأرض، لكن صابر هنا بيقول له واجهني أنا يا موت، واجهني أنا. وبيقول له بلاش تعتمد على خضر في حاجة، لأن خضر بس قوته في رسايله، لكن مش هيفيدك بأي حاجة بعد كده. وبيفضل طبعا يهدده. وبنشوف هنا صابر زي ما يكون مرعوب من اللي بيحصل. وبعد كده بنشوف الست اللي اسمها عزازية دي وهي بتتحرق، وبيقول له كمان اللي انت مش هتقدر تلحقها، خلي ذنب جديد يتضاف كمان في ميزان سيئاتك يا صابر. وصابر هنا حس ان هو ضعيف او خايف، فبدأ على طول ياخد خضر ويخرج من المكان ده فورا. نيجي بقى هنا كمان عند منال واللي كانت بتحاول تكلم زين كتير جدا لكن هو ما بيردش عليها. وبتيجي هنا الشغالة قدام منال، فمنال بتسألها انت رحت سألت عليه في المحل؟ قالت له اه انا رحت، بس هو كان خرج مع الاستاذ حسن ومن ساعتها ما جاش على المحل تاني. نرجع بقى مرة تانية عند صابر واللي بيروح البيت بيلاقي مراته كانت مستنياه، وكان بيسألها على امه، فبتقوله ان امك في اوضتها ما خرجتش. وكمان يا صابر امك مش كويسة، انا حاسة بيها وبالوحدة وانا مشغولة مع عز وغصب عني. وبتفكروا هنا ان في الاول كانت على الاقل الست اللي اسمها عفاف دي كانت بتيجي تقعد معاها، وكمان كانت بتيجي هبة تقعد معاها، لكن دلوقتي بقيت لوحدها ومفيش حد بيقعد معاها. فبنشوف صابر هنا بيقول لها اطمني يا رحاب، هي كويسة ما تقلقيش عليها، انا عارف انا بقول ايه.
فردت رحاب هنا وبتكمل: لأ أنا حاسة بالوحدة وحاسة بالوحدة دي لأمك كمان، فخلي بالك لأن أنا حاسة إن هي مسيلاك ذنب ولادها أو ذنب الناس اللي كانت موجودة حواليها وكلهم بعدوا عنها. فرد صابر عليها وبيقول لها: خلاص انتي روحي جهزي العشاء، وبيقول لها: انا هشوف امي مالها واطمن عليها. وبنشوف هنا طبعا ام صابر وهي بتقوله انها بتحلم احلام غريبة قوي، وبتحلم وبتسمع اصوات في الاوضة. والاوضة دي يا صابر اللي انت بتقعد فيها في خلوتك، يعني بسمع صوت عيشة مثلا وبنتها، وعيشة جت هنا وان هي اللي قتلت بنتها. وكمان بشوفك انت في الحلم وانت ماشي مع واحد شكله وحش قوي قوي يا ابني. فصابر هنا بيقول لها: معلش ياما وحقك عليا، خير كل ده خير، بس ما تقعديش لوحدك تاني، انا حاسس ان انت مش شايلني ذنبك. وهنا طبعا بتقوله: لا لا ابدا يا صابر، بس سيبني انا مرتاحة هنا. وما بترضاش تخرج تتعشى معاهم. بعد كده بقى هنروح لصابر واللي بيجيله عماد وبيقوله: انت دايما ماشي في الطريق الغلط، خليك جنب احسان، احسان محتاجك دلوقتي. فصابر هنا بيرد عليه ان هو راح للست اللي اسمها عزازية دي واللي عملت السحر الإحسان. فرد عماد عليه هنا وقال له: اللي حصل حصل وخلاص، مش واجهت هناك موت، وانت اصلا ما كنتش مستعد اللي انت تواجهه دلوقتي. وكمان عماد بيأكد عليه ان احسان محتاجك دلوقتي اكتر من الاول، خليك جنبه. يا جدعان بصراحة اللي بيحصل كده كتير، لأن بعد كده هنشوف عماد ده عند سميح في الأوضة بتاعته، وكمان كان ساجد له بيقول له: أنا خدامك تقريبا كده، هو كان خاين. واتضح كده إن عماد ده كان بيدلل صابر عشان يمشي في الطريق الغلط وما يمشيش في الطريق الصح. وبعد كده بقى بنشوف صابر وهو رايح لسامح وبيسأله عن أخته هبة، وبيقول له ان انت يا صابر جيت لي لحد هنا. فصابر هنا بيقول له: انا مش انا اللي خدتها او مش انا اللي خطفتها، لان هو بيكون فاكر ان صابر هو اللي خطف هبة، وبعد كده وضح له ان هو ما يعرفش حاجة عنها ولا خطفها ولا اي حاجة. فدكتور سميح ده بيقول له ان هو كان فاكر ان انت اللي خدتها. وكمان صابر هنا بيقول له: هي اختي فين ووديتها فين؟ وبنشوف صابر وهو بيقول له: انا عايزك ضروري يا سامح، انا كنت جايلك في موضوع تاني. وفي نفس المشهد بنشوف سميح وهو بيقول له: محدش وافق ان هو يبقى مكانك غير انت يا عماد. وبنشوف عماد وهو راكع على الارض وبيسجد للشيطان، وكمان زيه زي بقية الناس بيقول له: انا خدامك. ولحد هنا طبعا بتكون خلصت الحلقة العشرة بكل الأحداث اللي فيها، فشكلها الحلقات اللي جاية هتكون جامدة جدا. ما تنساش بس تدعمنا بلايك، اشتركوا للقناة، وفعلوا الجرس عشان أي حاجة تنزل توصلك على طول، ونشوفكوا الفيديو اللي جاي. سلام.